السلام عليكم يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير. انت فين النهارده يا جهاد؟ انا عند عم نبيل بتاع الذهب الصيني، اشهر حد بيبيع الذهب الصيني وستانلس يا جماعه. وكمان هو عرفكم قبل كده في الفيديو اللي فات وقال لكم عن الذهب الصيني بيسود ولا ما بيسودش، بيغمق ولا لا، والستانلس برضو، وعرفكم كل حاجه عن المعدن دوت يا جماعه. المهم احنا عند عم سمير هيورينا المره دي بقى. المره اللي فاتت يا جماعه ورانا الغوايش، ورانا السلاسل، ورانا يعني جميع انواع الغوايش اللي عنده بالرسومات الاكتر. يعني كان الفيديو اللي فات غوايش، المره دي بقى هيورينا، وكان دهب صيني. المره دي بقى هيورينا الاستانلس وتقليد العراقي والتقليد السوري والحاجات يا جماعه كلها الترندي. طبعا الاستانلس كله لا تفرقيه خالص عن الذهب الحقيقي. تمام يا جماعه، الذهب المودرن الشيك ده هو ده اسمه تقليد العراقي. تمام، شايفين الاشكال تحفه جدا ما شاء الله اللهم بارك، غير سعرها حلو جدا جدا. كمان في ناس ممكن تعملوا مشروع من داخل بيتها اونلاين باسعار، بتجيب من عنده باسعار كويسه جدا وتبيعه هي باسعار يعني فيها رزق ليها او اكل عيش ليها. المهم ايه، عم نبيل النهارده هيورينا قلنا الذهب الاستانلس وكل الحاجات المودرن والشيك قوي يا جماعه. تابعي الفيديو للاخر، ما تنسيليش تعملي لايك وشير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. تعملي لايك وشير وسبسكرايب ليه؟ هتعملي سبسكرايب عشان لو انا نزلت فيديو وفي عرض ما يبقاش تنزلي بعديها بشهرين تشوفي الفيديو بالصدفه، بعديها بشهرين تروحي تقولي العرض موجود، هيقولك لا طبعا العرض خلص. لكن لو انت عامله سبسكرايب واشتراك للقناه فانت كده هتلحقي العرض، هتشوفي الفيديو في ساعتها وهتلحقي اي عرض انا بنزله، سواء دهب صيني، سواء ادوات منزليه، سواء ملابس، حاجات كتير قوي يا جماعه. السلام عليكم، ازيك يا عم نبيل؟ عامل ايه؟ خليك يا باشا. طبعا احنا عارفين ان انت اشهر واحد هنا للذهب الصيني والاستانلس، وعايزين بقى نشوف الحاجات الاستانلس اللي هي المودرن بقى الحديثه بقى، اللي هي زي الكارتير دي اسمها ايه؟ كارتير. تعالي كده انت مثلا ده كليهات حلو الكلام. دي اللي كانت لابساها في عبده، كان الكوين بتاعي اهو. كانت موجوده في العتاوله. دي بكام بقى؟ ما مش عايزين نقول بكام. ليه بس كده؟ لا نقول حاجه. لا نقول الحاجات اللي اقول لك بس على حاجه. بتبدا من كام؟ عامه السلاسل يا جماعه بتبدا من اول 75 في الاستانلس لغايه 500 ما شاء الله اللهم بارك. دي جميله قوي، شيك قوي، راقيه يا باشا. دي راقيه قوي، دي فوق التوب. يعني مش توب والله بس، العظيم ان الكاميرا ظلماها، والله العظيم فوق التوب، ظلماها الكاميرا والله العظيم. طب اوريكي حاجه، في ناس بتحب الحاجات اللي هي الخفيفه الناعمه دي. بص كده. طب دي بكام بالله عليك؟ دي بس معلش. دي 150 وبلاش تقولي لي اسعار، مش عايز اقول اسعار. دي جمله 150؟ قلل للناس شويه يا باشا. دي بتتباع 250 جنيه بره قسما بالله. جميله قوي. الله بصوا الشياكه يا جماعه، بصوا الشياكه ما شاء الله اللهم بارك. والله العظيم شويه موديلات لكل اللي عايز يعيد وبيحب مدمن يا جماعه الذهب الصيني. في ناس ادمان عندها الذهب الصيني، تسيب الذهب وتجيب ذهب صيني فعلا. تعالي بصي كده على الذهب العراقي ده. ده عراقي؟ ده عراقي، تقليد العراقي بقى. ما هو مش عراقي اصلي، هو تقليد عراقي. اميره الذهب كانت طالعه بحاجات شغل الوان. هو ده بالظبط، هو ده والله العظيم بالظبط. بكام بقى المفتاح ده؟ عاجبني قوي. السلاسل دي مثلا عشان خاطر بتقول السلسله بتختلف، في مثلا 300، في 400، في 500. دي ب 300 الحاجات دي ب 300. ليه غاليه قوي كده؟ الحاجات دي بتبقى شغل نحاس ومعمول عموله. يعني الحاجات دي نحاس واخده حفر وواخده لون مينا وواخده طلع ذهب ومركبينها على سلسله ستانلس ما شاء الله. فاهمه؟ ففي ناس تيجي تقول لك ان كله على بعضه ستانلس، بس هي لا، هي دي ستانلس لكن الدلايه بتبقى اساسا شغل نحاس احمر ومطلي ذهب ومعمول عموله. يعني بتقعد وقت بقى دي بقى. لا حلوه. وكده النحاس معموله للجسم، بيبقى كويس للجسم. تعالى اوريكي حاجه خطيره شويه كده. ما شاء الله. دي آية الكرسي ما شاء الله، ده شغل حفر. بص كده، بصوا يا جماعه، بص كده ما شاء الله ما شاء الله. بص كده، ده برضو شغل الدهب العراقي. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه ما شاء الله، الطقم ده حلو قوي يا جماعه. اللي يحب يكيف
نفهم دماغه ماشيه ازاي. طب ده بكام؟ وبنظبط الدنيا. طب ده بكام بالله؟ والنبي ما تقوليش بكام. معلش يعني انا اوريكم دولاب بس. معلش ده سعره كام؟ عشان بس والنبي الناس اللي بتبيع معانا ما ده سعره تزعلش كام؟ مننا. خلاص خليه معايا ده بقى. ده سعره كام؟ الحاجات دي بتبقى اساسا ذهب. الحاجات دي بتبقى ذهب ومعمول عموله. الشغل ده شغل نحاس يا جماعه، ده مش ستانلس، ده شغل نحاس ومطلي ذهب. ده نحاس ومطلي ذهب، اي حاجه شغل عراقي ده ما بيبقاش ستانلس، بيبقى نحاس ومطلي ذهب. طب ده بكام بقى الطقم ده؟ الكوليه اللي هو الاسوره بالخاتم. حلو، سعره كويس ومناسب. كام بالله عليك؟ عشان بس الناس اللي واخداه ما تزعلش مننا. في ناس كتير واخده منه يعني شغل. طبعا الناس عايزه تعرف سعر. طيب امال هيجوا ازاي؟ السعر ده بقى لا يقولوه لك وانا اقول لك انا على بص الاسوره بقى اللي جنبها دي حلوه قوي، اللي هي قرآن. شايفه دي؟ ده بيتعمل معاه احلى ميكس. شايفه دي؟ بيتعمل مع الميكس ده يعني؟ شايفه كده؟ كده انت خلقتي ميكس كده ملوش حل. الله حلو قوي قوي قوي. استنى بقى اخد لها صوره عشان حلوه فعلا. مش هتقول سعر بقى؟ لا. سعرها كام بقى؟ لا دي قول لها سعر. هغيظكم مش هقول. بص بجد كام؟ بجد دول كام؟ لا والله اصل يا جماعه والنبي عشان بس في ناس شغاله معانا ما ينفعش اقول يعني حوالي. طب بص دي، بص ايش السمكه دي. الله شيك قوي. واقول لك على حاجه، دي بتتلبس وش وظهر. ازاي؟ يعني باتجاهين يعني. بصوا يا جماعه بكام دي؟ الله يخليك لا تقول سعرها دي لازم؟ دي تقول سعرها بقى 250 ما شاء الله. ودول بقى 250. بصوا يا جماعه دول تقليد ايه بقى؟ دي حاجه اسمها جوتشي. الجوتشي دي ماركه. والختم بتاعه مش باين. طب عايزين نحطها على حاجه عشان تبين. ما هي اهي اكتر من كده باين. مفيش يعني مثلا. طب ليه اهو ايوه اهو الختم باين. جوتشي 250 جنيه يا جماعه. التالت على حاجه عشان في ناس بتكون طقم الجوتشي على بعضه. ده جوتشي ما شاء الله. ماشي شيك قوي. شايفه دي؟ دي سعرها كده سلسله وحلق والاسوره كده كونت مع بعض طقم كوليه وادي الانسان. الناس اللي بتحب الطقم بنعرف احنا نظبط معاها الكلام. ما شاء الله. انت كده عملت طقم من غير حاجه. حلو قوي دول كده مع بعض. ده كده طقم. طب الطقم ده بكام بعد اذنك؟ لازم 150. حلو قوي. 3 مع بعض حلوين قوي. والنبي ما تخلينيش اقول سعر. فعلا كده الناس مش هتشتغل، هيجوا لك هنا بقى على طول يتخانقوا معاك ويضربوك. ماشي يا عم صابر. يا عم نبيل معلش حقك عليا، انا كنت بصور مع عم صابر. ماشي يا عم نبيل، متشكرين قوي. كل اللي هيجي بقى عايزين عرض حلو، كل اللي هيجي من طرفي بقى هتعمل له خصم ولا مش هتعمل له خصم؟ يا باشا العندي قبل العندي، بس قول ان هو جاي من عند حضرتك ومالوش دعوه. ماشي تمام. متشكرين قوي يا عم نبيل، ربنا يبارك. شرفتني. تسلم. يا رب يصلح حالك حبيبتي، يا رب يصلح حالك.